Morocco. First nation to recognize my country was Morocco. From the King of Morocco. سفير الولايات المتحدة الأمريكية. صب النار وظلت بشول عليه بشوي. عقلتوا على هذه الصورة ديال السي عبد اللطيف الحموتي، هذه الصورة في قطر في 2022. المغرب يصنع التاريخ. الكارثة. الخبر اللي هقوله لك ده عن المغرب بجد مش هزار. امريكا نزلت واحد الدوله باش تعاونها في تامين تظاهرات كاس العالم 2026. امنا كاس العالم بقطر، قالوا لنا هذيك غير قطر صدفه. ينهر مغرب سفاره الولايات المتحده الامريكيه بالمملكه المغربيه بتعلن خبر مهم جدا. ممكن تستغرب ان اول دوله اعترفت في امريكا والله غير مخي يحبس. ها اللي قالت الشوافه. احنا الشواكريه، احنا اللي زاجيروا، احنا الشواكريه تاع فرنسا. انا ما نفهمش. انا رايح نقول تحتي شنو واحد يطلع لنا الجيري تما كي تروح تدفع فيزا دراهم شحال 15000 دولار. الشعب الجزائري اتقوا الله، ادعونا بالدعاء، ادعوا الجيش الشعبي الوطني. فتح الحدود بين الجزائر والمغرب لأول مرة وإنقاذ المغرب من الغاز. خويا هحشم. مش شرط الزبالة تكون في أكياس، ممكن تكون على هيئة ناس. كل يوم اخواتي المغاربة بيقدموا عظمة. الأخبار اللي كتعجبنا حنا كمغاربة وكتهز لنا الراس، وكنعرفوا أن المغرب ما بقاش كيناقش غير الأمور المحلية ولا الأمور القارية. بطبيعة الحال سيصيب العديد من الجهات بالسعار والعويل والنباح. المغرب يؤمن كأس العالم 2026. غير يركعوا. ثم قال ماذا؟ المغرب يؤمن كأس العالم في أمريكا. فورس رسمي، هذا قال لك إلى سيلكتد رسميا، اختير رسميا. وهذا اعتراف ضمني على أن المغرب راه فعليا أمنيا قوي. اليوم رسميا الامباساد ديال أمريكا في المغرب كتهني المغرب باختياره شريك اساسي في العمليه الامنيه اللي غتكون في كاس العالم ديال 2026. اختارت الولايات المتحده الامريكيه المغرب ليكون جزءا من فريق عمل تابع للبيت الابيض خاص بكاس العالم لكره القدم هذا الصيف. ما لقاوش ما احسن منا، شافوا التامين في كاس افريقيا واللي تنظمت بالمغرب واللي العالم كامل بقى داير ولا كيتناقشوا كيضربوا الحساب في الامور العالميه. هنيئا للمغرب على اختياره للمشاركه في فريق العمل التابع للبيت الابيض الخاص بكاس العالم لكره القدم. تؤكد رياده المملكه وقدرتها على تحويل التحديات الى فرص. شوف راه خاصك تكون سميتك المغرب معلم، راه خاصك تكون مملكه شريفه المعلم. حنا اللي غادي نحضيو الناس اللي كاينين تما، حتى هذوك الناس اللي قالوا لهم تحطوا 15000 دولار كضمانه عاد تجيو، حنا اللي غادي نامنوهم. تلك الصرخة المشهورة حقرونا. في عام 1777 بادر السلطان محمد الثالث بالاعتراف بالولايات المتحدة ليكون المغرب أول دولة في العالم يعترف باستقلالها. قال حقرونا 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 حقرونا. وش داخل عندهم أول يقول لك حرية التعبير، هذه التصرفات. الله يهديكم تيجيكم. تعلن انه المغرب او الامن المغربي سيشارك في فريق العمل بالبيت الابيض لتامين كاس العالم 2026. اللي ما كيعرفش الانسان هو ان الاف بي اي ما جاتش اختارت المغرب، اختارت المغرب لاستقراره الامني وللكفاءه ديالو العاليه اللي كيتمتع بها. تعقلوا الاخوان نهار كانوا جاوا الاف بي اي، نهار كانوا جاوا لكاس افريقيا وجاوا كيشوفوا المغرب كيفاش كيامن الملاعب. المملكة المغربية برجالاتها وشرطتها ستؤمن كأس العالم 2026. حيت علاش؟ حيت عنده تجارب، عنده خبرة. من أجل تعزيز قراو التعاون الأمني استعدادا لبطولة كأس العالم القادمة. شكون بحالنا ثاني. اعلنت السفاره الامريكيه في الرباط هذا الخبر اليوم وهنأت المغرب على اختياره ضمن هذا الفريق، لانه ما شاء الله تامين على اعلى مستوى. مشكورين رجالات الحموشي اللي عطونا هذه الصوره القويه واللي خلونا نكونوا ضمن نادي الصفوه في استراتيجيه كبرى. ألف مبروك لأهلنا في المغرب الحبيب. هادشي ما كيتعطاش على اي واحد، كل شيء طاقات مغربيه غيمشيو يخدموا تما. خبر ها هو لحظة القنصلية الأمريكية في المغرب. مبروك علينا يا ربي. لا يا ربي. غادي يكون هو اللي غادي يشرف مع الولايات المتحدة على تأمين تصوروا الإخوان كأس العالم. راه نهار جاوا الاف بي اي الهدف منهم انهم كانوا باغيين يستافدوا من الخبره المغربيه في التنظيم،
كما كلمتكم عن استعانة أوروبا كثيرا ولسنوات عديدة بالأمن المغربي لتأمين أوروبا. وبيان سير المغرب غادي يكون في الجانب الامني، لان المغرب غادي يشارك في التنظيم امنيا. هذا الشيء اللي كيعزز المرتبه العاليه امنيا ديال المغرب والامن الامان الحمد لله كاين في المغرب. قال لك تم اختيار المملكه المغربيه ضمن واحد التاسك فورس، ضمن واحد الفريق عمل اللي غيسهر على تامين كاس العالم. فريق عمل ديال شكون؟ ديال البيت الابيض. عاون قطر كاس العالم 2022، عاون اولمبياد باريس، هذا هو براسو كاس افريقيا، هو ضروري يعيطوا عليه في كاس العالم 2026. في قطر 2022 قطر اعتمدت على الجهاز الامني المغربي باش تاخذ منه الخبره، هو اللي يامن كاس العالم 2022. بعد ما كان المغرب هو الامن اللي كان في قطر، هو اللي امن كاس العالم في قطر 2022 تعاود في 2026 الذي يهدف الى تعزيز التعاون الامني خلال تنظيم كاس العالم. وبطبيعه الحال عرفوا القيمه ديال الامن المغربي. شاركنا في قطر، كاس افريقيا في المغرب، وبزاف ديال التظاهرات الرياضيه والغير رياضيه اللي تيكون فيها الامن على احسن ما يرام. يزيدني فخرا واعتزازا. المغاربه اليوم خصهم يكونوا فخورين بهذا الخبر. اكيد هذا الخبر غادي يفرح الشعوب والدول اللي كتبغي المملكه المغربيه الخير. المغرب يتقدم بثقة ويبني مستقبلا أكثر إشراقا. الشيء دابا اتفاقيات، وملي كيكونوا عارفين البلاد ديالك واقفه على الصح، وملي كيكون وراك واحد السيد سميتو صاحب الجلاله الملك محمد السادس، المملكه عندها 12 قرن، غتشوف بحال هادشي. فبالتالي معولين على المغرب بزاف باش انه يعطيهم التجربه الامنيه ديالو باش انهم ينظموا هاد كاس العالم في الولايات المتحده الامريكيه من الناحيه التنظيميه الامنيه. والنهارده الولايات المتحده الامريكيه القوة الأولى في العالم بتستعين بالأمن المغربي من أجل المشاركة مع فريق البيت الأبيض لتأمين كأس العالم 2026. وهذه الشراكة هذه غتزيد تحسن السمعة ديال البلاد خارجيا. باش أمريكا تختارك أنت كشريك أمني راه ما سهلاش، لان باش تختارك امريكا على انك تكون يعني في الفريق التابع للبيت الابيض وديال الخاص بالتنظيم ديال كاس العالم، هذه راه شي حاجه اللي كبيره بزاف. دابا المغرب غيكون في فريق عمل ديال البيت الابيض باش يسهر على تامين. ما عطاوناش اللائحه، ما عرفناش حنا شكون، ولكن المغرب احنا امريكان غنامنوا كاس العالم. بالمناسبه كاس العالم غتنظم امريكان وغتنظم المكسيك وغتنظم كندا، ولكن باش تكون ضمن فريق عمل خصك تكون كيف ما قالوا الاخوان ديالنا في الجزائر، خصك تكون زعيم. في عام 1786 تم توقيع معاهدة السلام والصداقة بين المغرب والولايات المتحدة، وهي أقدم معاهدة صداقة لا تزال سارية المفعول في تاريخ الولايات المتحدة. واصلا هذا العام الميريكان والمغرب غادي يحتفلوا 250 عام ديال الصداقه. وكتبت السفاره على وسائل التواصل الاجتماعي: بينما نتطلع للاحتفال ب 250 سنه من الصداقه بين الولايات المتحده الامريكيه والمغرب، وسطر عليا على 250 سنه ديال الصداقه بالحمر. ولكن اللي ما كيحملوناش غيقولوا كذوب. العالم كامل ولا كيقلب على المغرب، لان المغرب اثبت وجوده، الخدمه والسكوت. حفظ الله صاحب الجلاله ملكنا الهمام محمد السادس. امريكا كتطلب الخبره المغربيه في الامن باش تامن لها المونديال 2026 اللي غيتنظم طبعا في امريكا والمكسيك وكندا. وبالتالي فاش كنقول لكم ان المغرب قوه امنيه ضاربه في العالم راه ما كنكذبوش. وهني نقول انت وين والمغرب وين؟ ها هو البيت الابيض عيط علينا، ها بوحده جات. شوف حنا ماشي اللي بغيناها، هي جات بوحده، حنا قباح. اذا خبر جديد المكتوب الحمد لله ونشكروه، اللي غادي يكون بزاف ديال بلا 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 بلا، والمروك مال المروك والاعداء ديال المغرب في جميع انحاء العالم كتعتمد على المغرب. ها اللي مسعر شي وحدين، ها اللي ممرض شي وحدين، ها اللي مفقسهم كيفاش علاش المغرب. هذا هو المغرب، وهذا هو الأمن المغربي، وهذا هو ما يدل على انه كلامنا دايما خصك تكون زعيم، تكون لازم. راه ماشي اي واحد اليوم يقدر يكون ضمن فريق العمل ديال البيت الابيض اللي غادي يامن. دونك هادشي غنتبادلوا معاهم الخبرات. حنا عندنا خبره في التنظيم ديال البطولات الكبيره، وعندنا خبره في الامنيه كبيره، وعندنا خبره في محاربه الكباب. حنا راه ماشي السلام عليكم في 2026 كيديروها ونكروها حنا، لا. اي والله يزيد ويبارك. هي فالحمد لله الامن والامان في المغرب، الحمد لله التظاهرات الكرويه كاع اللي نظمنا ما تعرضنا له من مؤامره خلال كاس افريقيا، لكن الحمد لله حنا في القمه والاف بي اي ما كانت غير جات هكاك صدفه. بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى ومن بعد ملكنا الهمام وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم، وكذلك الفضل الى رجاله حموشي المخابرات، لاننا الحمد لله اتمتنا للعالم الامن والامان. علاش المغرب فين ما مشينا نسمعوا المغرب، فين ما مشينا نسمعوا المغرب؟ ما يمكنش. اي حاجه توقع في العالم يعيطوا المغرب. كأس العالم فين ما مشى يعيطوا المغرب. في المغرب غادي يكون حاضر كرويا في كأس العالم 2026، وغادي يكون حاضر جماهيريا، وغادي يكون حاضر امنيا كذلك. ما غاديش يجيهم النعاس. كيفاش امريكا هاد لا بويسونس الاولى في العالم تعيط للمغرب يساعدها على
الامن ولا سيكوريتي ديال الجماهير ديالها والزوار ديالها وديال الملاعب ديالها وديال المباريات ديالها في كاس العالم 2026. كاينه خبره معترف بها من طرف دول العالم. اليوم راه اكبر دوله في العالم كتعترف لك بالخبره الامنيه اللي عندك. وبالمناسبه هذه رساله دبلوماسيه من غير انها رساله يعني رياضيه، هذه راه رساله دبلوماسيه. علاش؟ لانه الولايات المتحده الامريكيه والسفاره الامريكيه قالت لك هذا الشيء جا احتفالا بالذكرى 250 للعلاقات المغربيه الامريكيه. هذا الشيء كامل كيبين ان المغرب فعلا هو القوه الضاربه الحقيقيه في افريقيا وفي العالم، وهذا الشيء علاش كنحمد الله ونشكره على الامن الوطني اللي كيامن بلادنا وكيامن حياتنا. قوي المغرب امنيا قوي، باش تغيط لك دوله كالولايات الامريكيه المتحده وانها تختارك انك تكون في الفريق الخاص التابع للبيت الابيض وتشارك في التنظيم والاستعداد للتنظيم ديال التظاهره الكبرى اللي غتكون في امريكان وفي كندا، وراه شي حاجه اللي كبيره بزاف، وهذا اعتراف ضمني بان المغرب قوي امنيا. ما عندنا ما نديروا لكم، حنا قباح، هادشي اللي عطا والكرهولي راه مبلي بداك الشيء اللي عندهم تما الله يعفو عليهم صافي. امكانيات المغرب وبتكلم عنها، امكانيات ناس كتير قوي قالت لي انت بتطبل لما بتقولها، ولكن انا بقول الحقيقه، وكل يوم بيتاكد الجميع انه كلامي دايما عن المغرب ما كانش تطبيل، كان كلام صادق. يمكن ان يكون سببه المغرب. الحمد لله. شفتوا الفرق؟ الفرق بيننا وبينهم كالفرق بين السماء والارض. الفرق بيننا وبينهم فرق كبير ومهول، وهادشي علاش هما غيرانين من المغرب، حاسدين المغرب، مراد بالمغرب، مشغورين بالمغرب. هنا باش كتعرف المعلم بانه ديما المغرب، والحمد لله ونشكروا السمعه ديالنا والسياسه ديالنا والدبلوماسيه ديالنا والحنكه ديالنا والعمل ديالنا هو اللي كيعطي هذه النتائج الايجابيه. كاين اللي قال لك بانه راه بلادو هي اللي اعترفت باستقلال امريكا وجورج واشنطن كان كيصيفط الكوابز للامير عبد القادر، ولا العكس صحيح، ولكن هادو اللي قالوا هذه الهضره راهم غير مدعوين اليوم. الولايات المتحده الامريكيه دعت اول دوله اعترفت باستقلالها. المغرب ديما حاضر على المستوى العالمي. المنظومه الامنيه المغربيه مشهود لها بكفاءتها وخبرتها وتجاربها، ومطلوبه على المستوى الدولي وليس فقط على المستوى ديال الولايات المتحده الامريكيه، بل كذلك دول اوروبيه افريقيه، دول على المستوى العالمي تطلب الخبره الامنيه المغربيه. والحمد لله على هذه النعمه من عند الله سبحانه وتعالى، والحمد لله على الحموشي، والحمد لله على الشعب المغربي، والنعمه الملك.